جروبات التخسيس مش هتخسسك. معظم الناس اللي هي بتحاول تخس ومش عايزة تشترك مع مدرب وكل الحاجات دي، أول حاجة بتعملها بتدور على جروبات التخسيس، اللي هو خس 15 كيلو في ساعة، خس 30 كيلو في يوم والكلام ده كله. ولكن أنا جاي أقول لك على لعبة رخيصة بتحصل في الجروبات دي، كتير منكم مش بياخد باله منها. معظم عيادات التغذية اللي هم بيتاجروا بصحة الناس، اللي هم هدفهم ياخدوا أي حد عايز يخس يدوله حقن عشان يكسبوا فيها مبالغ رهيبة، معظم الناس دي بيكون عندها موظفين وظيفتهم الوحيدة هو السوشيال ميديا، قاعدين في الجروبات دي. بمجرد ما انت تدخل تسأل على سؤال عن اي حاجة، هتلاقي الناس دي داخلة بترشح لك المكان اللي هم تابع ليه. فكتير منكم مش بياخد باله من الموضوع ده. ومعظم الجروبات دي لو فكرت مثلا انك تنزل فيها نصيحة تفيد بيها الناس او شخص بيسأل عن حاجة، البوست ما بيتقبلش. ولو نزلت حاجة هلس البوست بيتقبل. فخد بالك عشان الجروبات دي مش هتخسسك. الحاجة التانية اللي عايز اقول لك عليها ودي اللي مهمة جدا، ما ينفعش تدخل الجروب وتعتقد ان في شخص زيه زيك مش عارف حاجة او مش فاهم انه هيفيدك او هيقدم لك حاجة ليها قيمة. معظم الناس بتشارك تجارب شخصية مع بعضها، وطبيعي ده مش هيناسب ده. يعني النهارده مثلا انا لما عملت تحول ال 30 يوم اللي خسرت فيه 13 كيلو، طبعا كنت بشكل مرعب والكلام ده كله، هتلاقي الفيديو مثبت عندي على الصفحة. هل ده معناه ان انا اطلع اقول لك كنت باكل كذا وبتمرن كذا وبعمل كذا؟ ولو انت خدت الطريقة دي وطبقتها على نفسك، هل ده معناه انك هتلاقي نتيجة؟ لا، مش شرط. لان انا بادئ من نقطه وانت هتبدا من نقطه تانية خالص. انا بعمل حاجه وانت بتعمل حاجه تانية خالص. فكل واحد ليه ظروفه وليه طريقه اكله وليه اللي يناسبه. بلاش يا جدعان نمشي بعشوائيه، عشان العشوائيه هتضيع عليك نتائج كتير جدا. انا عارف ان في ناس كتير بيكون نفسها تفيد، ولكن النهارده لما شخص بيدخل يديك تجربه شخصيه مش مبنيه لجسمك انت، فبالتالي مش هتستفيد بحاجه وهتتضرر اكتر ما تستفيد. وطبعا معظم الناس بيحصل لها كالاتي: تاخد نصايح عشوائيه، تجرب في نفسها، ما تلاقيش نتيجه، تيأس وتوقف وترجع تبوظ الدنيا خالص. فبلاش والنبي النصايح دي عشان مش هتفيدك بحاجه. الافضل ايه؟ الافضل ان انت مثلا لو انت عايز تتعامل مع نفسك او تعمل كل حاجه لنفسك، تشوف ازاي تحسب سعراتك، الاكل ايه القيمه الغذائيه، اقسم وجباتي ازاي، كل الكلام ده. ويا ريت الناس اللي بتحاول تخس ما تجريش على الحقن قبل ما تعمل الاساسيات. بعد اذنك اعمل الاساسيات الاول. ايه الاساسيات؟ تغذيه مظبوطه ليك انت، تمرين مظبوط برضه ليك انت، وتغير عاداتك وتلتزم وتبدا تتابع تطورك وتشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي لحد ما ربنا يكرمك وتقدر تشترك مع حد وتريح دماغك من كل القصه. طب انت شايف انك اتعلمت حاجه وقادر تتعامل مع جسمك ومش محتاج انك تتابع مع حد، خلاص كمل زي ما انت. ما تجريش بقى تقول انا هاخد الحقنه كذا والحقنه كذا. ولو قابلك اي مشكله شوف المشكله ايه واقرا عن المشكله وتعلم بحيث انك تقدر تتخلص من المشكله دي. الحقن دي يا شباب مش معموله لكل الناس. الحقن دي معموله لناس معينه، بتتاخد بجرعات معينه بناء على فحوصات معينه. فالموضوع ما بيمشيش بالعشوائيه دي، اللي هو خد الحبايه كذا دي هتنزف لك دهون، خد اللي مش عارف ايه كذا هتنزف لك دهون. في حاجات كتير جدا في التخسيس او في عالم كمال الاجسام بشكل عام، يعني الحاجات دي اضرارها اكتر من نفعها، وعشان تستخدمها لازم تستخدمها بطريقه معينه. فبلاش العشوائيه عشان الضريبه هتكون صحتك. انا نصحت، وانت عايز تعمل بالنصيحه ابن الناس اعمل بيها، مش عايز تعمل بالنصيحه انت حر. سلام.